زمان لما كنا بنلاقي فلوس في جيب البنطلون كنا بنعمل فرح. حد عايز فلوس؟ امروني. بس دلوقتي بسبب ان كل معاملاتنا في الفلوس بقت ابلكيشنز، الاحساس ده اتلغى من حياتنا تقريبا. حسبي الله ونعم الوكيل. لحد ما شركه بريتانيا، شركه اغذيه كبيره في الهند، بتنزل بسكويت اسمه جود داي، قررت انها هترجع الاحساس ده تاني للناس. عملت عملات خاصه بيها، كل عمله شبه نوع بسكويت معين عندها. وبعدها عملوا كولابريشنز مختلفه مع منترا، اكبر فاشون براند في الهند، ويوكلين، دي اكبر شبكه مغاسل في الهند، وكمان مع اكبر منصه بتبيع اللبس المستعمل هناك. وخبوا العملات دي في جيوب اللبس عندهم، ولو لقيت واحده منهم هتاخد كاش باك بقيمه الرقم اللي مكتوب عليه، من اول 10 ل 2000 روبيه. وقالوا في اعلانهم ان ممكن ورقه بقيمه 50,000 موجوده جوه جيب من جيوب. وده خلق فومو عند الناس كلها بقت مترقبه، سواء بيشتروا لبس جديد او مستعمل او راجع لهم لبس من المغسله، يا ترى هيطلع في جيبي عمله من عملات جود داي ولا لا. البراند ده عملوا اسمه في الماركتنج جوريلا اكتيفيشن، وهي انك تعمل اعلان غريب في اماكن غريبه تشد بيه انتباه الاودينس بتوعك، ويكون بكوست قليل. وده اللي خلاه مختلف، بدل ما الاعلان على بيل بوردز في الشوارع، كبوه جوه جيب كل واحد من الكونسيومر. وده نموذج قوي على الاكسبيرينشال ماركتنج. بدل ما يقولوا للناس اشتروا البسكويت بتاعي عشان طعمه حلو او في اي ميزه زي اي اعلان تقليدي، لعبوا على خلق صدفه وتجربه لذيذه، رجعوا بيه للناس احساس مختلف كانوا بيحسوه زمان، زودوا بيه الريليشن شيب ما بين البراند والكونسيومرز بتوعه. وبرغم ان الفكره بسيطه، تاثيرها كان ضخم، لانه نقل البراند من كونه مجرد براند بسكويت لبراند مهتم بمشاعر الناس وانهم يكونوا مبسوطين. التاثير ما كانش على البراند بس، لكن كمان على الشركات اللي تعاونوا معاهم في الكامبين دي. يا باشا، بدل ما تقعد تفكر هتصرف كام على الاعلان نفسه، اصرف وقت ومجهود على الفكره بتاعتك. وعشان تعرف كامبينز اكتر زي دي، اعمل لي فولو واستناني. انا عمر سامي وهأثرها عليك.